مريخ العاصمة تلعب كرة لبخيت خميس. بخيت خميس يرسل كرة عكسية، الكرة تحولت في اتجاه المنطلق من الطرف الايمن، يلعب كرة تقدم موجود لفريق المريخ، محاولة خطيرة من تراوري، الكرة ملعوبة، جول! اول اهداف المريخ تأتي او يأتي بصناعة مالية وبقدم غانية، بصناعة مالية وبقدم غانية. اللاعب اوغستين اوكرا هو من يسجل اول هدف المريخ في الدقيقة العاشرة في مرمى فريق المريخ نيالا. وهنا الجماهير بالتأكيد تحتفل بأول أهداف اللقاء عن طريق أوغستين أوكرا. سجل في مرمى الأهلي بدني، هنا يعاود التسجيل. لاحظ الكرة من تراوري، صناعة عملية وتسجيل من اللاعب الغاني الذي كان مرتاحا تماما، استقبل الكرة في خطأ دفاعي. لاحظ هنا مرور تراوري بشكل ممتاز كان، وأرسل الكرة، استلم أوغستين أوكرا وضعها على اليسار بكل هدوء بكل روقان بأداء يعني فيه. لاحظ هنا كيف استقبل الكرة بشكل ممتاز جدا بكل هدوء، وضع الكرة في زاوية وبعد لمصلحة فريق مريخ نيالا. مرت من على إلياس، تحولت إلى سلمان جابسون، إلى تراوري، تمهيد لعمر بخيت بشكل رائع، وانتو اكتمل مع تراوري، طلق تراوري، تقدم تراوري، جول! هدف ثاني عن طريق المالي مامادو تراوري، يذهب ليحتفل بطريقة حديثة في الاحتفال، يبدو أنها برمج لها تماما قبل هذا اللقاء، وهنا كان التنفيذ بعد أن يعني اكتملت لوحة جميلة بينه وبين عمر بخيت، وبعدها سجد شكرا لله اللاعب تراوري وذهب ليحتفل مع من؟ مع زميله علي جعفر. قد يقول أنت غير حاضر في الملعب لكنك حاضر في الاحتفال، وهذا الجمهور بالتأكيد هو الأول في الاحتفال. لاحظوا الكرة عمر بخيت هنا كان وانتو بطريقة رائعة، تقدم تراوري، انطلق وبالتأكيد أرسل الكرة بشكل رائع جدا داخل شباك الحارس عصام عبد الرحيم، ليعلن عن ميلاد ثاني أهداف المريخ في هذا اللقاء في الدقيقة 41. والهدف هذه المرة أيضا بأقدام محترفة ولكن بقدم المالي تراوري الذي يصل إلى 7 أهداف ويحاول اللحاق بأهداف هذه البطولة. مريخ العاصمة مريخ نيالا بتقدم المريخ هدفين دون مقابل. هذا الأول كان عن طريق أوغستين أوكرا بكرة تمريرة من مامادو تراوري، ثم أحرز الهدف الثاني بعد أن بدأ الوانتو مع عمر بخيت واستقبل الكرة خلف المهاجم مصطفى كرشوم. انطلق مامادو تراوري وأرسل الكرة في مرمى الحارس عصام عبد الرحيم في الدقيقة 41، وبالتالي مريخ